مساء الخير، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنبدأ المحاضرة التانية من كورس ال HTML. المحاضرة النهاردة هتبقى دسمة شوية، فيها شوية أكواد كده لذيذة. الموضوع سهل مش صعب. هعمل لكم شير سكرين عشان نبدأ نشوف الحاجات اللي هناخدها النهاردة. كده الشير سكرين واضح. دي محتوى المحاضرة اللي احنا هناخدها النهاردة. هناخد مجموعة من الأكواد. عندنا هناخد حاجة اسمها قوائم، بعد كده الروابط والصور، فيديو، صوت، حاجة اسمه الديف اللي هو بوكس كده، هنعرف لازمته ايه. حاجة اسمها سبان شبه الديف بس حاجات أصغر، الهيدر والناف والسكشن والفوتر. 11 كود سهلين جدا. يعتبر بعد ما ناخدهم النهاردة هنكون خلصنا تقريبا 50% أو أكتر من 50% كمان من كورس ال HTML. هنبدأ دلوقتي أول حاجة بالقوائم. الPDF ده هيتبعت لكم في نهاية المحاضرة ومعاه التكليف بتاعه. التكليف بتاعه هيبقى جاهز، وبرضه وهنبعت لكم فورم تسجيل حضور. هنبعته في آخر المحاضرة. الناس اللي هتحضر الكورس في آخر المحاضرة هتخش على الفورم تسجل الحضور بتاعها. تمام. هنبدأ دلوقتي الأكواد. نجيب الكود. دي كانت الصفحة اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت، والأكواد اللي احنا أخدناها دي كانت الصفحة. أنا دلوقتي عايز أمسح ده كله وأبدأ بقى من الأول. أول كود هناخده النهاردة حاجة اسمها القايمة أو الليستة. الليستة عندنا منها نوعين، حاجة اسمها order list وحاجة اسمها unordered list. طب الorder list معناها إيه؟ order list اللي هي قايمة مرتبة أو لستة مترتبة، والunordered list قايمة غير مرتبة. طب إيه الفرق ما بين الاتنين؟ يلا بينا نشوف. أول حاجة عندنا unordered list، إحنا الكود بتاعها UL. بناخد الحرف الأولاني من unordered هتبقى اليو، وليست حرف ال هتبقى ال، يبقى يو ال. دي كده الليست unordered. داخل unordered ليست لازم نضيف بقى رقم واحد مثلا، اللي هي الحاجات اللي احنا هنضيفها جواها. يعني مثلا أنا هنا هاجي هكتب H1 أو H3 مثلا، واكتب هنا front end مثلا. يبقى ايه اللغات اللي موجودة في الفرونت اند؟ هاجي هنا ادوس اول واحده مثلا ال HTML، فانا هكتبها اول واحده ازاي؟ جوه اليو ال بيبقى فيه الليست ذات نفسها اللي هي ال اي. جوه ال اي دي بكتب مثلا HTML. تمام كده انا عندي اول ليست. بعد كده برت اهو HTML CSS جافا سكريبت، يعني كل واحده من دول كل ال اي بتعبر عن اللي هي النقطه الاولى، لا النقطه الثانيه، النقطه الثالثه. تمام. دي الفرونت اند. انا عرفت ان الفرونت اند عشان ابدا فيه لازم يكون عندي على الاقل واخد لغه ال HTML، لغه ال CSS، لغه جافا سكريبت. لما نيجي نعمل سيف ونروح للموقع ونعمل ريفرش اهو، ده فرونت اند، ده ال H3. بعد كده عملنا الليسته زي ما انتم شايفين هنا. ال unordered list مديه نقط اللي هي بوليت، اللي هي بتبقى موجوده في الوورد. فدي نقطة اللي هي ال HTML CSS جافا سكريبت، دي ال unordered list. تمام. طب ال ordered list لو هنيجي نطبقها نفس الفكرة ونيجي تحت مثلا، هنطبقها على الباك اند المرة دي OL، ونيجي مثلا فوق H3 برضو باك اند، ونيجي هنا وداخلين جواه LI. عندنا مثلا برضو لازم الباك اند يكون عارف HTML، ومثلا يكون عارف مثلا PHP ال اي.
PHP، ولازم يكون عارف قواعد البيانات اللي هي السيكوال. ده كحاجة بسيطة، يعني الحاجات اللي المفروض يكون عارفها الباك اند. دلوقتي لما نيجي نعمل كنترول اس اللي هي سيف، ونيجي نعمل ريفرش، زي ما انتم شايفين هنا ده الفرونت اند دي ان اوردر ليست، اللي هي لسته مش مترتبه. فالمترتبه ادت لنا على هيئه بوليت اللي هي نقط، لكن هنا الباك اند لما جينا عملناها اوردر ليست فاداني 1 2 3. تمام. فالفرق ما بين الان اوردر ليست والاوردر ليست، الان اوردر ليست بيكتب لك الليستات او الحاجات اللي جواها على شكل نقط، لكن الاوردر ليست بيكتبها لك على شكل 1 2 3. تمام. دي كانت اول جزء في الاكواد عندنا. يبقى كده احنا اخدنا اول جزء اللي هو اليو ال والاو ال اللي هي القوائم. تاني حاجة معانا في المحاضرة عايزين نحط صورة. مثلا انا دلوقتي عايز احط صورة، الصورة بالانجليزي معناها image. طب الاختصار او الكود بتاعها ايه؟ IMG، هيبقى IMG. تمام. بصوا بقى هنا حاجة مهمة جدا لازم نعرفها. الاي ام جي بتتكون من حاجة اسمها اللي هي الالتيتيودز او تريبيوت بتاعها، السورس والالت. طب ايه الفرق من اللي هي السورس والالت؟ يعني ايه سورس اصلا؟ يعني ايه الت؟ السورس ده مكان الصورة فين، مكان الصورة واسم الصورة والامتداد بتاعها. او لو انت حاطط الصورة في نفس المكان اللي موجود فيه الملف هتبقى اسم الصورة على طول والامتداد بتاعها. هنشوف الحاجة دي لما نيجي نطبق عليها دلوقتي هتوضح معانا. طب الالت دي يعني ايه؟ دلوقتي انا مثلا مش هحط صورة، فهاجي هنا اكتب في الالت دي الترناتيف. يعني مثلا دلوقتي الصورة دي ما ظهرتش لحاجة معينة، مشكلة نت، مشكلة سيرفر، اي مشكلة حصلت الصورة دي ما ظهرتش، فانا عايز ابين للشخص ان خلي بالك هنا في صورة بتعبر عن الحاجة الفلانية. فانا هكتب مثلا هنا مي اللي هو اسم التيم بتاعي. فهاجي بره اشوف انا مش حاطط صوره، بس بصوا هنا مديني علامه ان هنا خلي بالك في هنا صوره، الصوره دي بتعبر عن مي اللي هو اسم التيم. طب انا دلوقتي عايز احط صوره، انا جاي هنا جنب الملف حطيت صوره مي دوت جي بي جي. تمام، ده الامتداد بتاعها. فانا هاجي هنا هكتب في السورس مي دوت جي بي جي، حتى هو طلعها لنا، هندوس مي دوت جي بي جي. هاجي هنا وادوس ريفرش، الصوره اهي ظهرت. طب انا لو عايز العب في الويتس والهاي بتاعها عادي، هكتب هنا ويتس، هكتبها مثلا الويتس نخليها 400 بكسل، والهايت مثلا 400 بكسل برضه. تمام. اجي هنا اهو، الويتس اللي هو العرض، الهاي اللي هو الارتفاع. دول احنا بنظبطهم بعدين لما بتيجي نعمل موقع كبير بقى وشغل كبير، بنظبط الحاجات دي عن طريق السي اس اس. لكن انا قلت اديها لكم في ال HTML كبدايه، لان انتوا طبعا دلوقتي تشتغلوا HTML بس، فدي لازم تكونوا عارفينها. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان الهاي ده الارتفاع، الويتس العرض، الالت دي بنحطها عشان لو في حصل مشكله والصوره ما ظهرتش نعرف الصوره ان في صوره هنا وبتعبر عن الحاجه الفلانيه. طب انا دلوقتي عرفت ان الصورة لو جنب الملف، لو الملف بتاعنا اهو، لو جنب الملف بحط الصورة زي ما هي، يعني بكتب اسمها may.jpg. طب انا لو عندي مثلا جنب الملف ده ملف اسمه صور image، واخدت الصورة دي ورحت حاططها جوه الايمج، هل دلوقتي لو جيت عملت ريفرش الصورة هتظهر؟ لا، الصورة مش هتظهر. ليه؟ لان المسار بتاع الصورة غلط، لان احنا كاتبين المسار غلط. طب انا لازم اكتب ايه؟ لازم اقول له خلي بالك الصورة موجودة في ملف اسمه image. تمام، ملف اسمه images. فانا هقول له خلي بالك اول حاجة الصورة في ملف اسمه image، يبقى اول حاجة هكتب image اسم الملف. بعد كده هعمل سلاش، ادخل لي جوه الملف اللي اسمه image وهات منه الصورة دي واكتب اسم الصورة. فهو دلوقتي هيفهم ان انا اهو جاب لي الصورة من جوه الملف.
تمام. يبقى انا دلوقتي قلت له اسم الملف، خش لي على الملف اللي اسمه image وهات لي منه الصوره اللي اسمها may.jpg. نركز في النقطه دي مهمه عشان في ناس كتير بتتلخبط فيها. طب انا عندي، لو عندي مثلا، لو انا دلوقتي هطلع الصوره دي اللي هي دي بره اصلا الملف ده كله، يعني بره الايمج وبره الملف اللي هو فيه index.html، واحطه بره خالص هنا واروح حطيته هنا واخش تاني على الكورس .html دلوقتي. ولو انا سبتها image.jpg الصوره طبعا مكانها غلط. هنيجي نعمل ريفرش، الصوره طلع فيها ان في مشكله، الصوره فيها مشكله مش راضيه تظهر. ليه الصوره مش راضيه تظهر؟ عشان المكان بتاعها غلط. طب انا دلوقتي احنا عرفنا ان اللي انا طلعت الصوره، بصوا مكان الصوره فين، بره ملف الكورس ال HTML اصلا، يعني هنا. تمام. فانا هعمل ايه؟ هدوس نقطتين سلاش وادوس كده واخش على الفولدر اللي انا شغال عليه اللي هو اسم كورس ال HTML. جوه كورس ال HTML هخش على ال ثانية كده معلش، نقطتين، والمفروض ان انا بختار الصورة على طول هنا اهي may.jpg. كده انا عملت، قلت له ارجع لي خطوة ورا، ارجع لي ملف ورا ودور لي على المي.jpg. يبقى كده لما اجي هعمل ريفرش الصورة ظهرت. يبقى احنا كده عرفنا 3 حاجات عن طريق الصورة. اول حاجة، لو الصورة جنب الملف، لو الصورة جنب الملف في نفس الملف هنشيل دول ونكتب اسم الصورة على طول. طب لو الصورة داخل ملف جوه جنب زي ما كنا عاملين اللي هو ملف الايمج، يعني لو هنا الملف وجنب اللي هو الاندكس اتش ام ال جنبه ملف جوه الملف ده فيه الصورة، يبقى هنكتب اسم الملف اللي هو الايمج بعد كده سلاش media.jpg. طب لو الصورة اصلا بره يعني في ملف ورا، هنلغي الايمج ونحط نقطتين. تمام. تقريبا في حد بعت رسالة. بالظبط، نقطتين معناها خطوة واحدة ورا. طب لو أكتر من نقطة، يعني إيه لو أكتر من نقطة؟ يعني مثلا لو عندنا كذا ملف ورا برجع عادي. يعني مثلا دلوقتي أنا حاطط الصورة فين؟ حاطط الصورة هنا في شغل اللي هاخد الصورة وأروح عامل دوت إكس وأروح طلعها أحطها في الداتا كلها ورا وأروح دايس إكس أهو الصورة هنا. يبقى أنا هاجي هنا وأقول له دوت سلاش دوت سلاش، فادور بقى في الملفات هي لحد ما توصل للمي دوت بي جي بي جي. بس مش، طبعا ده مش من منطقي ان انا اقعد احط في ملفات ورا. تمام. فكل لما بنيجي نعرف لو عايزين، لو الصورة في ملف خارجي بنعمل دوت الصورة جنب الملف على طول بنكتب اسم الصورة. لو الصورة جنب في فولدر جانب الملف بنحط اسم الفولدر وبعد كده بنحط اسم الصورة. تمام كده وضحت معاكم؟ تمام. كده احنا اخدنا القوائم واخدنا الصور. في ايه تاني ممكن ناخدها؟ نيجي نشيل الصورة دي خالص. اللي انا بعد كده عندنا الفيديو. دلوقتي انا عندي، لو جينا دخلنا هنا في رجعنا تاني، عندي فيديو هنا اللي هو بتاع المحاضرة الأولى، التسجيل بتاع المحاضرة الأولى، عايز أحطه مثلا في الفولدر ده في الملف اللي احنا شغالين عليه. هضيف فيديو ازاي؟ بنفس طريقة الإيمج، هحط فيديو بالإنجليزي فيديو، وأحط هنا اسم الفيديو. اسم الفيديو ايه؟ HTML1 تقريبا. HTML. احنا ممكن نيجي عند الملف ذات نفسه اخده كوبي، اعمل له رينيم، اشيل الواحد ده اخليه HTML كده على طول،
وهكتب هنا html.mp4 اهو، هو طلع لنا html.mp4. ده الفيديو بتاعنا. لو جينا هنا عملنا له ريفريش اهو، ده الفيديو بتاعنا. الفيديو مش ظاهر كفيديو، محطوط كصورة بس. طب انا لو عايز اشغله هاجي هنا واعمل كنترولز، ضيف لي الكنترول بتاعه، وهاجي هنا واعمل ريفريش. دلوقتي الفيديو يشتغل ويطلع لنا العلامة اللي هي بتاعت تشغيل الفيديو. والمفروض ان هنا اللي هي الزراير بقى بتاعته، بلاي باك والبيكتشر ان وتكبر وصغر ومش عارف والصوت. هو كده الفيديو اشتغل تمام. وطبعا بنظبط الحاجة بتاعته عادي جدا، 200 بكسل مثلا، والهاي 200 بكسل اهو. احنا كده ظبطنا الصورة. طبعا احنا بنغير الشكل او الحجم بالطريقة اللي احنا مناسبة معانا. كده الفيديو اشتغل. طبعا انا شغال بس كده تمام. كده احنا حطينا فيديو، عرفنا ان الفيديو والبيكتشر نفس الطريقة نفس الصيغة اللي احنا بنعملها. في حد سأل حاجة؟ مفيش حد تمام. كده احنا عرفنا الصورة وعرفنا الليستة وعرفنا الفيديو تمام. في ايه تاني ممكن نعرفه؟ في حاجة تانية اسمها الاوديو، الصوت. بس انا ما عنديش بصراحة اوديو اجرب عليه، فانا هقول لكم الاوديو بيشتغل ازاي. الاوديو اهو نفس طريقة بحط هنا الاوديو ام بي 3 مثلا، بس انا ما عنديش اوديو ام بي 3، واحط الكنترولز. الاوديو ده الصوت، يعني مثلا تسجيل صوتي، بحط الاوديو اللي هو الصوت بالانجليزي اوديو، بحط الاوديو وبعد كده اسم الاوديو ايه ودوت ام بي 3 ولا مش عارف ام بي 4 والكلام ده كله، وبعد كده بحط الكنترولز وبحط الاوديو بس، وبيشتغل معايا. طبعا انا هنا مش هيشتغل لان انا مش حاطط اوديو اصلا، بس هو ده الشكل بتاعه تمام. يبقى احنا كده عندنا 3 شبه بعض، الايمج والفيديو والاوديو. حلو. وهنا برضو هنا الكنترولز دي، كنترولز دي اهم حاجه. كنترولز دي موجوده في الفيديو والاوديو لكن مش موجوده في الايمج، في الصوره. الايمج فيها الت تمام. في حد بعت رساله؟ عادي، ممكن تحطي صوره من جوجل من غير ما تنزليها، تاخدي اللينك بتاعها وتضيفيها. في تاني. يبقى كده احنا النهارده شرحنا القوائم والصور فيديو والصوت. هنيجي عند الروابط عشان ما ننساهاش. الروابط اللي هو اللينكات. ناخد بالنا من حاجه، احنا المره اللي فاتت قلت لكم ان في الهيد حاجه اسمها اللينك، وفي البادي قلنا حاجه اسمها اللينك. طب ايه الفرق ما بين اللينك اللي في الهيد واللينك في البادي؟ اول حاجه، اللينك اللي ما بيبقى في الهيد انا بربط ملفات ببعض عندي، بس الملفات دي اللي هي ايه؟ ملف سي اس اس، ملف بوت ستراب، اللي هي ملفات اللغات اللي انا هستخدمها. فبكتب لينك، ومثلا هربط اسم اللينك ريال اللي هو الشيت، ستايل شيت، وبعد كده اسم الملف اللي هو الدوت سي اس اس. الكلام ده كله، ده هربط ملف سي اس اس، يعني ده هربط ملف سي اس اس تمام. لكن انا دلوقتي مش عايز اربط ملف سي اس اس، عايز احط ملف تاني اتش تي ام ال واربطه بيه، بحيث ان انا ابدل من الملف ده للملف ده. زي ما انتوا بتشوفوا في المواقع لما بتدوسوا مثلا على صفحه انا دلوقتي في صفحه الهوم، عايز اروح على صفحه الاباوت اس، ادوس على الاباوت اس فبيدخلني على الصفحه التانيه. فهي نفس الفكره. اللينك بقى في البودي بيتكتب بالايه، اوله ايه. بعد كده هنا بكتب اسم الصفحه اللي انا عايزها. انا مثلا لو قلت عايز اعمل صفحه جديده، هعمل ملف جديد. المره اللي فاتت وقلت لكم النهارده ان انا هوريكم ازاي تعملوا ملف جديد، عشان انتوا كان عندكم مشكله ان اغلب الناس عامله لي ملف تكست مش HTML. عندنا طريقه حلوه جدا. نيجي على الفايل، بعد كده نيو تكست فايل، بعد كده كنترول اس او سيف از،
واختار المكان اللي انا عايز احط فيه الملف، وامسح الملف كله اهو الاسم يعني في فايل نيم، وهكتب مثلا مينا دوت اتش تي ام ال. ده هيتحط هنا وادوس سيف اهو، الملف اتعمل. لو الطريقه التانية انتوا لقيتكم الموضوع صعب معاكم، عشان انتوا برضو بتفضلوا الملف زي ما هو تكست، مش بيبقى HTML، فدي الطريقه الاسهل. بنروح عند فايل، بعد كده بنعمل نيو تكست فايل، بعد كده بنعمل كنترول اس وبنسمي الملف اللي احنا عايزينه. فانا مثلا هنا مينا دوت اتش تي ام ال، هعمل له بس حاجه كده عشان ننفذ عليه. هكتب هنا مثلا h1 مينا مثلا يعني، ونيجي هنا في نحط الملف اللي احنا هنروح عليه، هنحط مينا دوت اتش تي ام ال. يبقى انا كده اللينك هيظهر لي في الصفحه هنا. انا عايز اشيل الفيديو والاوديو، او هنا مثلا جو تو مينا بيج، ونعمل ريفرش اهو، اللينك اهو جو تو مينا بيج. يبقى انا هنا مثلا لو انا شلت دي، لو انا شلت دي وعملت ريفرش، اللينك مش هيظهر. لازم اقول له حاجه ان في صفحه هنا مثلا، فانا هقول له جو تو مينا بيج، نروح لصفحه مينا، فهو لما يدوس عليها هيروح للصفحه الثانيه. جو تو مينا بيج راح عليها اللي هو مكتوب عليها مينا اللي احنا لسه كنا حاطينها. طب زي ما انتم خدتوا بالكم ان هو راح عليها في نفس الصفحه، يعني ما ضافش صفحه تانية وراح عليها. في ساعات في الموقع ان هو لما بتدوس عليها بيفتح لك صفحة جديدة في المتصفح ويوديك على الصفحة دي، لكن انا لما دوستها بيروح في نفس الصفحة، يعني هو عمل لي بس لودنج للصفحة وراح للصفحة اللي بعدها. طب انا لو عايز اروح لصفحة جديدة هعمل ايه؟ هعمل حاجة هنا اسمها تارجت وبلانك. تارجت بلانك يعني افتح لي الصفحة دي في صفحة تانية. يعني انا هنا هعمل ريفرش، هاجي هنا جو تو مينا بيج، بصوا فتح لي الصفحة في صفحة جديدة، الصفحة القديمة اهي، الصفحة الجديدة اهي. ودي الحاجة الصح، ان احنا نسيب الصفحه الاولى زي ما هي ونعمل تارجت نحطه بلانك ان هو يفتحها لي في صفحه جديده. تمام كده احنا خدنا اللينك. حد عنده اي مشكله في اللينك؟ وممكن هنا مش شرط احط ملف جواه، ممكن احط ملف زي لينك زي جوجل، او احط لينك زي مثلا لينك لاي موقع يجي على بالنا. هناخد اللينك من جوجل ونروح حاطينه هنا، نشيل ده ونحط اللينك هنا، وكده لما ادوس عليه هيودينا على على الموقع على طول. تمام. يبقى احنا كده اخدنا الروابط والقوائم والصور فيديو صوت. حد عنده مشكلة في الخمسة دول قبل ما اخش في الجزء التاني؟ تمام. دلوقتي نخش في الجزء التاني في المحاضرة. احنا كده يعتبر خلصنا نص المحاضرة. النص التاني في المحاضرة نركز فيه شوية. الديف ممكن مش هيبقى واضح معاكم دلوقتي غير لما نخش في السي اس اس، فانا هحاول اوضحه بقدر الامكان. الديف دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بوكس جواه بقدر اضيف فيه اكواد تانية. يعني جوه الديف اقدر اضيف بقى اكواد زي الباراجراف، مثلا احط اي حاجة جوه الباراجراف، مثلا احط كأني بكتب في صفحة ال HTML. ممكن جوه الديف برضو جوه دول اضيف ديف تاني، وجوه الديف التاني ده اضيف ديف تالت، وجوه الديف التالت ده اضيف رابع، وهكذا. فده بوكس. طب انا دلوقتي افهم ايه من ده؟ دلوقتي عندنا حاجه عايز اوريها لكم بالسي اس اس. لو انا جيت هنا هحاول اكتب السي اس اس بدل ما اعمل ملف جديد. لما اجي اكتب السي اس اس هدوس ستايل، هعمل البادي. تمام. ده كود سي اس اس ما تشغلوش بالكم بيه دلوقتي.
مش موضوعنا. هاجي هنا البادي مثلا، هعمل البادي مثلا، هخليه الباك جراوند كولر اللي هو الخلفية مثلا تكون لون ازرق مثلا يعني. دلوقتي انا عملت لون الخلفية ازرق، جيت هنا كده اللون الخلفية بتاعت الصفحة كلها بقت ازرق. لكن طب انا عايز الديف ذات نفسه اللي هو الجزء ده يكون لون تاني. اجي هنا واختار الديف واعمل باك جراوند كولر مثلا، عايز حاجة تشبه الوايت اهو. يبقى انا اخترت الجزء ده بس اعمله لون ابيض وباقي الصفحة تبقى ازرق. فاهمني؟ هو الديف عبارة عن بوكس، البوكس ده او صندوق يعني اقدر احتوي جواه على اكواد تانية. فاهمني؟ فدي حاجة انا كنت عايز اوضحها لكم بس. يعني هو الديف احنا بنستخدمه وبنحط فيه اكواد داخله زي ال HTML، زي كود ال HTML اللي احنا كده حط، او كود البادي حاطين جواه الاكواد التانية. احنا في الديف بنحط الاكواد براحتنا. طب ده مهمته ايه؟ بنقسم الصفحة بيه، بنشتغل نقدر نشتغل ونقسم الصفحة بيه. انا هشيل السي اس اس ده، مش موضوعنا خالص النهاردة. تمام، ونرجع للديف. تمام. انا دلوقتي حددت اللي هو فهمتكم يعني ايه الديف بطريقة سهلة، لكن هنيجي ده في شرحها في السي اس اس هتبقى اوضح بكتير. في حاجة تانية، نقدر نسمي كل عنصر باسم. يعني مثلا انا عندي ديف دلوقتي، انا لو مثلا عندي ديف تاني مثلا، وهاجي هنا وانزل ديف تاني هنسميه مثلا سي اس اس عشان ما الدنيا تظبط معاكم. دلوقتي انا لو عندي الديفين دول ورحت عملت ريفريش، يبقى انا عندي ده الديف الاولاني وده الديف التاني. دلوقتي انا عايز الون ده بلون وده بلون، ينفع؟ اه. انا دلوقتي لو جيت وحددت الديف كله، قلت له اعمل لي الديف، نعمل الستايل. التحديد ده بيبقى في السي اس اس. اختار انا الديف، قلت له خلي لي الديف ده الباك جراوند، او بلاش الباك جراوند، خلينا في الكالر لونه، لون الكلام اللي يبقى فيه مثلا خليه مثلا بلو. وجيت انا كده هنفذ اللون على الديفين دول كلهم. تمام. لو جيت هنا وجيت اهو ده كله بقى ازرق. طب انا لا، انا عايز ده مثلا يبقى لون وده يبقى لون. يبقى انا لازم ادي حاجه اسمها كلاس، لازم اقول له ده اسمه. فالكلاس ده بنديله اسم للديف ده، هنقول له مثلا ديف واحد، وندي الكلاس للتاني نقول له ديف اتنين. تمام. يبقى انا اديت ده ديف واحد وده ديف اتنين. اجي بقى اختاره، هختاره ازاي؟ يبقى انا هختار، هاجي قبل الديف هكتب اسمه اللي هو الديف واحد، بس لازم قبل ما اكتب ايه اسمه، عشان انا عملت له كلاس لازم اديله نقطة دوت ديف واحد، خلي لي كلر بلو. هاجي هنا دوت ديف اتنين واختار لي لون مثلا كلر، خليني مثلا اللون بتاعه اي لون من هنا اللي هو اللون ده، واجي هنا اعمل ريفرش. ده اللون بقى ازرق، وده اللون بقى اللي هو اللون ده، انا مش عارف اللون ده ايه بصراحة. فانا كده حددت الديف ده ب... خليته لوحده والديف ده لوحده. طب هل الكلاس ده بنديه للديف بس؟ لا، الكلاس ده بنديه لاي كود زي الباراجراف ممكن نديه، كود زي الاتش نديه، الديف بنديه. تمام. يبقى كده انا فهمتكم جزء الديف بطريقه يعني بسيطه في الجزء بتاع ال HTML. دلوقتي هنلغي ده ونيجي مثلا في الكود اللي بعده. عندنا حاجه بقى تانية شبه الديف بس اسمها بس على شكل اصغر، اسمها السبان. طب السبان دي بتبقى ازاي؟ هقول لكم انا تبقى ازاي. يعني انا دلوقتي انا عملت باراجراف، الباراجراف ده عندي كلمه مثلا اسم التيم بتاعنا اللي هو مي
developers. تمام. انا عايز اخلي مي دي مثلا يكون لونها مثلا زي ما هي باللون الاسود، وديفلوبرز دي اخليها مثلا بلون ابيض. يعني اقسم الكلمه. طب انا لو رحت مثلا واخترت البي في كستايل، كاللي هو سي اس اس يعني، واخترت البي، فهو هياخد الكلمه كلها ويعملها لي بلون واحد. انا مش عايز كده. يعني انا مثلا لو عايز الكلر مثلا هنطبق اللون اللي هو البراون بني، ورحت هنا وعملت المي ديفلوبرز، عملتها باللون البني. تمام. انا هنا عايز الغي الديف، عملت الباراجراف ده باللون البني. طب انا مش عايز اللون يبقى كله بني، انا عايز ده مثلا ابيض وده مثلا بني. هعملها ازاي؟ فانا باجي احط الديفلوبرز دي جوه سبان. هاجي هنا واروح واخد دي واروح حطيتها جوه السبان. فالسبان ده باجي اختاره سبان، واروح عامله الكلر بتاعه براون، واروح عامل ريفريش اهو. المي بقى باللون الاسود، ديفلوبر بقى باللون البراون. ممكن ما يكونش واضح معاكم، فانا هحاول اغير اللون اخليه مثلا ازرق، ممكن يبقى احسن. بلو. واجي هنا اهو، مي بقت باللون الاسود، ديفلوبر بقت باللون الازرق. يبقى السبان شبه الديف، بس على شكل اصغر بكتير. يعني بياخد كلمة كلمتين ثلاثة، لكن مش بيبقى داخل جواه اكواد تانية. لكن الديف بيبقى داخل جواه اكواد تانية. يبقى احنا كده عرفنا الفرق ما بين الديف والسبان. حد عنده مشكلة في الجزء ده؟ محدش عنده مشكلة في الجزء ده؟ طب لو انا لو عملت اتنين، الاتنين هيتغيروا؟ بمعنى ايه لو عملت الاتنين هيتغيروا؟ قصدك يعني لو كلمة لو كلمتين ديف يعني؟ ايه الفرق من البي؟ او لو اتنين ديف انت عملت لهم بنفس الاسم اللي وانت اخترت الاسم بتاعهم، يعني انت مثلا دلوقتي اخدنا الديف واديت الاتنين نفس الاسم. عادي انت ممكن تدي الاتنين نفس الاسم. تيجي ديف مثلا هنحط مثلا حرف الام مثلا، والديف التاني عايز اكتب جواه اي حاجة، باراجراف لودنج، واجي الديف التاني واروح مديه ام برضو، كلاس ام، واحطه جواه مثلا باراجراف لودنج. ولو جيت عملته بالسي اس اس هتلاقي الاتنين اتغيروا عادي معاك. دوت ام، ونعمل هنا الكالر مثلا انا عايزه اللون بلو. هنيجي هنا اهو، بغير لك الاتنين عادي. انت اديتهم الاتنين نفس الاسم، ممكن تدي 3 4 نفس الاسم مفيش مشكلة، مش هيأثر في حاجة. لكن لو انت اديت ده ام وده مثلا اس، هيتنفذ على الام بس. طب لو انت مثلا دلوقتي ما اديتش كلاس لده ولا اديت كلاس لده، وعايز تعمل الديف كله، يعني عايز اختار الديف كله، هيعمل لك على الاتنين. وجينا هنا ريفريش، عمل لك على الديفين. فهي دي الفكره، لما بندي كلاس للديف بنقول له احنا مثلا عايزين الكلاس ده عشان نظبط فيه نديله الخصائص بتاعته، ونيجي على الديف التاني نديله خصائص تانية. دي بس الفرق ان احنا بنديها. ايه الفرق بين البي او خط صغير اتش 3 و اتش 4؟
ال H3 وال H4 دول معمولين للعناوين، عناوين الفرعية، لكن ال P ده معمول للباراجراف بس. الخط بيتم تغييره عن طريق الفونت سايز ده في جزء السي اس اس، مش هنيجي ناحيته دلوقتي. يعني في حاجة في بتغير الخطوط، اللي هي إنه ممكن نعمل باراجراف مثلا بدل ما هو 16 نعمله 18، نعمله 20، نعمله 30، نفس فكرة ال H3 وال H4. بس الفكرة ان ال H3 وال H4 دول بيبقوا للهيدنجز اللي هي العناوين الفرعية، لكن ال P ده باراجراف، يعني كل واحد بيقوم بمهام معينة. تستخدم بي امتى؟ لما تيجي تعمل مقال، لما تيجي تكتب مقال تستخدم البي. لما تيجي تكتب عنوان فرعي تختار على حسب العنوان اللي انت عايز تكتبه، تستخدم H1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6. تمام. هو معلش الديف بعمل له ستايل وبعمل السبان ستايل تاني، عادي ممكن تعمل لي الديف ستايل وممكن السبان ستايل تاني. المهم ان انا لو عايز الون كلمتين، او مثلا احط زي ما انا وريتكم مي ديفلوبرز، عايز الون ديفلوبرز، ما احطهاش داخل ديف، احطها داخل سبان واحدد السبان ده والونها. لكن والكلمه الاولى تفضل زي ما هي، بس ما اجيش احط كلمه واحده او كلمتين او ثلاثه جوه ديف، لا بحطها جوه سبان. تمام. يبقى كده احنا، في حد بعت حاجه؟ تمام. يبقى كده احنا عرفنا الحاجات كلها اللي كانت في المحتوى، فاضل 4 حاجات بس. احنا عرفنا القوائم، الروابط، الصور، فيديو، صوت، ديف، سبان. هنيجي بقى عند اهم حاجه نزلت في ال HTML5، الهيدر والناف سيكشن الفوتر. دي تقسيمه الصفحه. بمعنى ايه تقسيمه الصفحه؟ هاجي هنا هوريكم الموقع بتاعنا مي ديفلوبرز. دي الصفحه بتاعتنا متقسمه لايه؟ الجزء اللي فوق ده اللي فيه اللينكات ده حاجه اسمها الناف، جزء الناف بار. الناف بار ده عباره عن ايه؟ ده الناف بار بيبقى عباره عن فيه الصفحات، اللينكات بتاعت الصفحات واللوجو. بعد كده في الجزء اللي بعده اللي اسمه الهيدر، اللي هو الجزء ده من اول الصوره هنا لحد الصوره هنا، ده اسمه الهيدر. الهيدر ده بيبقى فيه عباره عن ايه؟ بيبقى فيه الصوره بتاعت الموقع، مثلا الكلام اللي بيبقى فيه، اللي هو الحاجات الاساسيه بتاعت اول ما بتخش تشوف الصفحه. بعد كده بيتقسم لحاجه اسمها السكشن او القسم. فاحنا عندنا ده قسم اللي هو meet your our team، ده القسم الاولاني. بعد كده بننزل ده our service، ده القسم الثاني. بعد كده هنا في الاخر حاجه اسمها الفوتر. الفوتر ده اللي هي بالعربي اسمها التزيل، او اللي هي بيبقى في اخر الصفحه. طب الفوتر ده بنستخدمه في ايه؟ الفوتر ده بيبقى فيه السوشيال ميديا بتاعت الموقع، الروابط السريعه، وعلامه حقوق الملكيه بتاعت الموقع. يبقى احنا دلوقتي فهمنا ان الناف اللي هو الجزء الاولاني اللي في الصفحه، اول حاجه فوق في الصفحه، اللي هو بيبقى فيها اللوجو واللينكات بتاعه الصفحات اللي احنا بروح عليها. تاني جزء عندنا الهيدر، اللي هو الهيدنج. ده ده الهيدر، اللي هي الجزء اللي احنا بتبقى اول ما بخش الموقع بلاقيه في وشي. بحط مثلا فيه الصوره بتاعه الباك جراوند، بحط فيه الكلام بقى اللي على الصوره. بعد كده بنقسم سيكشنز، ممكن نحط سيكشن واحد، ممكن نحط 2 سيكشن على حسب الموقع بتاعنا، ممكن نحط 4 سيكشن، مفيش مشكلة. يبقى بنحط سيكشن، بعد ما بنخلص السيكشن بنحط سيكشن تاني. بعد كده بنخش في آخر حاجة الفوتر. الفوتر ده بنحط فيه السوشيال ميديا، الروابط السريعة، وحقوق الملكية. تمام. طب دول بيتكتبوا ازاي؟ احنا نيجي دلوقتي نمسح دول، هنيجي الناف بار بيتكتب NAV، وبنكتب بقى الاكواد جواه. تمام. يعني هكتب الايه، واكتب هنا مثلا مينا دوت html، مينا مثلا دي، واكتب بقى على حسب بقى اللينكات اللي بتبقى عندي، ال- اللينكات اللي هيبقى موجودة هنا على حسب الصفحات اللي انا هروح عليها. لو جينا هنا مثلا بعد الناف، احنا قلنا في برضو ممكن نحط اللوجو اللي هو المينا، بس ده بنقسمه بعد كده
عن طريق الديف. بنحط الديف ونحط كل ديف بنديله اسم ونظبطها بقى بالسي اس اس. هنيجي هنا بعد الناف بيجي عندنا الحاجة التانية، الحاجة اللي هو الهيدنج. الهيدر اهو. الهيدر غير الهيد، دي حاجة ودي حاجة تانية. انا مثلا هنا هروح حاطط مثلا صورة اللي هو الباك جراوند بتاعنا، مش هضيف صورة، انا هحطها كده. وبعد الهيدر عندنا السكشن. السكشن دي بحط جواها، اقدر احط جوه الحاجات دي كلها حاجه اسمها الديف. تمام. اقدر جوه الناف احط ديف، اقدر جوه الهيدر احط ديف، اقدر جوه السكشن احط ديف، اقدر جوه الفوتر احط ديف. لكن ما اقدرش جوه الديف احط سكشن او هيدر او ناف. خلينا نركز بس في النقطه دي. جوه السكشن مثلا انا هحط الباراجراف مثلا، حاجات بسيطه. بعد السكشن عندنا لو عايزين نضيف سكشن تاني او نحط الفوتر اللي هو التزايل بتاع الصفحه. كوبي رايت. كوبي رايت. طبعا انا لو رحت دلوقتي وعملت ريفرش هتلاقيهم كلهم تحت بعض، ولا كاننا عملنا حاجه، كاننا كاتبينهم كلهم تحت بعض، مفيش اختلاف. اهو ده الناف، وده الهيدر، وده السكشن، وده الفوتر. طب ليه ما راحش بقى في زي ما كنا عاملين هنا؟ لان ده كله بنظبطه بالسي اس اس. بنخلي بقى الاسم يجي يمين واللينكات تيجي شمال او العكس، ونحط الصوره في النص، وبنقسم السيكشنز، وبعد كده نعمل سيكشن تاني، وبعد كده نعمل في الاخر الفوتر. فده كله بيبقى التقسيمه بتاعه بنقسمها ازاي عن طريق السي اس اس. ده في كورس السي اس اس هناخد الجزء ده. لكن هنا دي التقسيمه بتاعه الموقع. بنبدا بالناف، بعد كده الهيدر، بعد كده سيكشن، نحط السيكشن اللي احنا العدد اللي احنا عايزينه، يا اما سيكشن يا اما اكتر. بعد كده بنحط الفوتر. طب دي مهمتهم ايه او لازمتهم ايه؟ ده ما انا ممكن اشتغل بالديف زي ما كنا بنشتغل في الديف في الاول. دي مهمه لحاجه اسمها الاس اي او. الاس اي او دي حاجه اللي هي زي ظهور الموقع على جوجل، اللي هو التسويق بتاع الموقع ذات نفسه. لازم يكون الموقع بتاعنا ظهر على جوجل في نتائج البحث الاولى. الكلام ده مهم ليه. وتاني حاجه بتكون فاهم انت مقسم الصفحه بتاعتك ازاي. تقسيمه الصفحه تبقى واضحه. انا عندي ناف، عندي بعد كده بعد الناف بار عندي هيدر، بعد كده عندي مجموعه من السكشن، بعد كده عندي فوتر. عكس ما تيجي تعملهم بالديف. الديف انت مش عارف انهي ديف، لازم تسمي كل ديف، وفوق الديف تعمل كومنت وتقول له مثلا الكومنت ده مش عارف بتاع الحاجه الفلانيه، والكومنت ده بتاع الحاجه الفلانيه. تمام. فده الجزء بتاع الديف والسكشن والناف بار والحاجات دي كلها. يبقى كده احنا النهارده اخدنا 11 حاجه. القوائم قلنا فيها منها نوعين، اليو ال والاو ال. الروابط اللي هو الاي، الصور اي ام جي، الفيديو فيديو، الصوت اوديو، الديف والسبان. قلنا الفرق ما بين الديف وقلنا الفرق ما بين السبان، الهيدر والناف والسكشن والفوتر. تمام. دلوقتي هنبعت لكم الفورم بتاع تسجيل الحضور على اللي هي ذات نفسها اللي هو الميت، جوجل ميت. باشمهندس يحيى هيبعت لكم الفورم دلوقتي. هتخشوا على الفورم تسجلوا حضور، وخلاص كده كده المحاضرة خلصت. قبل برضو ما هقفل معاكم طبعا النهارده المحاضرة دسمة شوية بس سهلة. لما تيجوا تطبقوا عليها انا برضو سايب لكم تكليف. أه هسيب لكم تكليف هوريه لكم في اخر صفحة، اللي هو ان احنا لازم نعمل صفحة HTML بتحتوي على قائمة خدمات باستخدام اليو ال، وقائمة خطوات او ال، صورة داخل صفحة ومعها الالت بتاعها، رابط خارجي، فيديو قصير اي فيديو، وصوت، وقسم كامل، واستخدام الديف والسبان. بس انا عايز منكم حاجة، ما تكتبوش الخط، يعني ما تيجوش في الاول تكتبوا اليو ال بعد كده او ال، لا. ابداوا اعملوا صفحة.
كانكم يعني انا اول حاجه هبدا بالناف، يبقى انا الناف، جزء الناف هستخدم فيه ايه؟ ممكن استخدم مثلا H3 واستخدم معاها اللينكات، الرابط. تمام. بعد الناف ما خلص اخش بقى على الهيدر. جزء الهيدر هستخدم فيه ايه؟ ممكن استخدم فيه صوره او فيديو، واحد من الاثنين. ومثلا هكتب معاه باراجراف او هكتب معاه H1. طب انا بعد كده هعمل سيكشن، السيكشن ده هستخدم معاه ايه؟ على حسب، ممكن السيكشن بقى تحطه صورة، تحطه باراجراف، تحطه فيديو. وفي الفوتر في الاخر تحطه الاسم ومثلا، وممكن تحطه آم، اسمه ايه ده، كوبي رايت، باراجراف كوبي رايت. وطبعا في السيكشن تقدروا تستخدموا اليو ال والاو ال. المهم ان انتوا تبنوا تصور لصفحة وتشتغلوا عليها، تستخدموا الاكواد دي في بناية التصور اللي انتوا صورتوه في دماغكم في الصفحة، وتحطوا كل كود في مكانه الصح. يعني انا دلوقتي عملت الناف ده احط اكواد فيه. هتستخدموا الاكواد بقى اللي احنا اتعلمناها في المحاضرة الاولى، اللي هي الباراجراف، الهيدنجز، الكلام ده كله. اه انا هستخدم مثلا H2 مثلا يعني، او H3، هستخدمه ده للوجو. طب بعد كده هستخدم الجزء بتاع عندي مثلا 4 صفحات، اللينكات بتاعتهم هحط اللينك بتاعهم. بعد كده عندي جزء الهيدر. جزء الهيدر ده بيبقى فيه الصورة او فيديو، بيبقى خلفية بتاعت الموقع، يا اما صورة يا اما فيديو. في ناس شغالة كده وفي ناس شغالة كده، على حسب ما انتوا حابين. احط معاها مثلا H1. طب ال H1 دي تبقى فوق الصورة ولا تحت الصورة؟ وتبدأوا شغل كأنكم بتبنوا صفحة، بس الصفحة دي HTML بس.